ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جالكم بفيديو جديد. عايزاكي تحطي لي لايك للفيديو ده، ولو لسه اول مره بتشوفيني ومش مشتركه معايا في القناه تنوريني بالاشتراك من علامه الاشتراك اللي تحت باللون الاحمر عشان تتابعيني وتشوفي يومياتي اول باول. ويلا بينا نشوف النهارده هنعمل ايه. بصوا بقى، النهارده انتوا عارفين ان انا قلت لكم ان انا اليومين دول متكعبله بسبب ريان وقله النوم، وبان عليا ان انا مرهقه. وبجد انبسطت جدا من كميه الكومنتات اللي انتوا بتدعوا لي فيها وبتشجعوني فيها. بجد ربنا يخليكم ليا. الكومنتات بجد بسطتني قوي قوي قوي، مش عايزه اقول لكم بسطتني ازاي. المهم، فانا الصراحه عشان اكون صريحه معاكم، ما بقتش اطبخ زي الاول. بقيت مقضيها سندوتشات برجر، كبده، كلاوي، وبطاطس محمره مسقعه، حاجات خفيفه كده. ما كنتش بطبخ خالص. المهم، جيت النهارده خالد قال لي يا ماما ايه، عامله لنا غدا ايه؟ قلت له انا النهارده شاويه كفته وهعمل سلطه ونعمل سندوتشات كفته لحمه مفرومه. يعني طلبت من الراجل لحمه مفرومه وقلت له يعملها لي كفته ويشويها لي. قال لي يا لهوي، انت يا ماما كل شويه تقضيها تقضيها تقضيها. قلت له ما انا عايز، قال لي عايز اكل محشي، نفسي اكل محشي. قلت له محشي ازاي؟ انت مش شايف ان انا متكعبله واخوك وما اعرفش ايه وكده؟ استنى لما اروح لماما او اخلي ماما تعمله لنا وناكلوه كده. قال لي لا انا عايز اكل ايه، عايز اكل محشي. المهم راسه الف سيف ان هو ياكل محشي. المهم قلت بقى ايه، انزل السوق. نزلت فعلا السوق، جبت بقى ايه، تعالوا اوريكم. جبت كوسه، وجبت بتنجان وفلفل، وجبت خضرة محشي، وكان عندي كيس الرز دوت، وعندي طماطم وبصل، وعندي البهارات، عندي كل حاجة. فقلت بقى ايه، اقسم البلد بالنص، اعمل له محشي. بس بقى ولا كرنب ولا ورق عنب، بعمل حاجة كده على قد يا دوبك اقور وحشي، حاجة خفيفة. وطلعت الحلة اهو. فهعمل معاكم المحشي دوت دلوقتي. بصوا بقى، عملت بقى كوبايه كده نسكافيه عشان كنت حاسه ان انا مصدعه. فعملت كوبايه نسكافيه، وقلت بقى بعد ما اخلص معاكم المحشي هروق معاكم المطبخ، لان المطبخ متبهدل. عايزه اقول لكم كمان، غيرت انا كان عندي يعني ايه، عندي سجادتين صغيرين للمطبخ، دي والتانية اللي هي اللي انا بحطها معاكم على طول. غسلتها، ويعني لسه غسلها دلوقتي وسايباها كده تصفي ميتها عشان اطلعها البلكونه، وعندي شويه غسيل هنشرهم. المهم ان انا بحاول ان انا على قد ما اقدر كده ايه، ما بقاش مقصره وانجز نفسي، عشان ما احسش ان انا ايه يعني. ما بصوا، شويه مواعين دول هغسلهم برضو دلوقتي معاكم، وعامله الازايز واحطها في التلاجة. والبوتاجاز انا كده كده قلت لكم ان انا حاطه ورق اهو. الورق ده بصوا تقيل، مش خفيف يعني، بيستحمل. ودي الكفته اللي انا كنت شويها بقى، بس كده بتاع صباعين ثلاثه. هعمل الورق ده معاكم. انا ما بشيلش الورق على طول، بصبنه عادي زي كاني بصبن البوتاجاز، بينضف، وهتشوفوا دلوقتي ازاي. بس وهعمل الارض بس بالشرشوبه كده وشويه ديتول عشان تبقى الدنيا كده متعقمه وحلوه. بس كده يعني، زي ما قلت لكم بحاول ان انا على قد ما اقدر ما كنتش مقصره في حاجه. وان انا احاول ان انا برضو ايه يعني، انجز نفسي كده عشان ما احسش الاحساس ان انت تبقي مقصره في حاجه دوت، بيبقى احساس صعب قوي. بالذات انا حاسه، يعني حاسه ان انا الفتره دي مقصره في حق خالد، حاسه ان انا مقصره في حق البيت، حاسه ان انا يعني مش زي ما قلت لكم، مش عارفه اطبخ حتى، مش عارفه ان انا اعمل اي حاجه. فاحساس التقصير دوت بيبقى احساس صعب قوي، ان انا نفسي ان انا بجد اعمل لهم كل حاجه هم عايزينها، بس غصب عني ان انا مش عارفه ان انا اوفق، مش عارفه ان انا. فلما بلاقي بقى وقت فاضي بحاول ان انا اقوم اعمل كل حاجه. يعني انتوا فاهمين قصدي؟ يعني يمكن انا ما بعرفش اعبر قوي، بس انتوا يعني ان شاء الله تكونوا فهمتوا قصدي. بس الغسيل خلص. عندي كمان كوتشيهات ليا وكوتشيهات لخالد، عايزه احطها في الغساله اغسلها، لان الكوتشيهات متبهدله. انا بحط الكوتشيهات في الغساله، بالغساله الصراحه بتطلعهم لي قشطه قشطه قشطه. فعندي شويه غسيل هطلعهم واحط مكانهم بقى الكوتشيهات. وزي ما قلت لكم غسلت برضو الفرشه اللي هي كانت في ارض المطبخ، هنشرها. المهم ان احنا هنقضي اليوم مع بعض. تشجيعاتكم بقى باللايك والشير وكومنتاتكم اللي بجد بتبسطني وتفرحني. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. عايزه اقول لكم بقى، شغلت الغساله على شويه غسيل كده صغيرين، بس انا ما بحبش اخلي يبقى في عندي غسيل يتكوم عليا. بحب ان انا اغسل اول باول كده. وقلت بعد ما اخلص احط بقى الكوتشيهات بتاعت خالد، وعندي برضو الكوتش بتاعي، احطهم كده في الغساله. عايزه اقول لكم الغساله بتخلي لي بجد الكوتشيهات قشطه كده قشطه. هنا بقى كنت بضرب الطماطم. قلت بقى ايه، قلت الاول قبل ما اقور بقى البتنجان والكوسه والفلفل، احط الصلصه، اجهز الصلصه بتاعته على النار. وبعد كده اقور الكوسه وكده، بحيث ان انا لما اقور تبقى الصلصه بتاعتي جاهزه، وابدا ان انا احشي على طول، ماخدش وقت. شغلت الخلاط على الطماطم، وبشرت بقى بصلتين كبار. انتوا عارفين ان المحشي يحب البصل. طبعا انا كان نفسي ان انا اعمل كرنب وورق عنب، بس للاسف انا عايزه انجز نفسي.
قلت لا هأجلها شوية او يوم كده، ابقى اخلي اروح عند ماما، اخلي ماما تعمله. فقلت اجلها شوية، بس اقسم البلد بالنص زي ما قلت لكم، وهعمل محشي كوسة وبتنجان وفلفل وخلاص اللي موجود يسد. المهم نزلت بمعلقة سمنة كبيرة، وقلت بقى انزل كمان بشوية زيت. بصوا بقى، انا الصراحة الطريقة دي انا اول مرة اعملها، شفتها في فيديو كده وهجربها واقول لكم بقى النتيجة ايه بصراحة، بس في الفيديو الجاي. الطريقة اللي انا شفتها ان دي كان شيف يعني على النت كده، شفته بيعمل محشي، فبيحط البهارات على السمنة والزيت، يحمصهم الاول مع في السمنه والزيت، وبعد كده بينزل الاول بالبصل، بعد كده بعصير الطماطم. بيقول ان البهارات لما تنزل في الزيت وتتحمص بيبقى طعمها، بتبقى نكهتها كده قويه في المحشي، عكس لما احنا بنحطوها كده على الخلطه ذات نفسها. فانا الصراحه قلت ايه، هجرب، الواحد يعني ايه مش هيخسر حاجه لو جرب. المهم حمصت كده البهارات. انا ما بحطش بهارات على فكرة، ما بحبش البهارات اللي هي بقى التوم الباودر والحاجات دي، نادرا لما بتلاقوني ان انا بستخدمها. يعني ممكن البابريكا دي ماشي، مش عارفة ايه كده، بس البهارات الاساسية عندي في الاكل اللي انا ما بستغناش عنها. يعني انا دلوقتي حطيت كزبرة وكمون وملح عادي ومرقة دجاج وفلفل اسود بس. البهارات دي اساسيه معايا في طبخ، في محشي، في اي حاجه. نادرا بقى لما تلاقوني ان انا بستخدم توم باودر، بصل باودر، مش بابريكا، الحاجات دي نادرا لما تلاقوني ان انا بستخدمها. عايزه اقول لكم ان الاكل اصلا لما بيبقى فيه بهارات كتير بيغير من طعمه. مفيش احلى من الحاجات اللي احنا اصلا متعودين عليها وتربينا عليها، اللي هو زي ما انا ما قلت لكم، الكمون، الفلفل الاسود، الكزبره، الحاجات الاساسيه. يعني ما بحبش الصراحه احط بقى بهارات تانية ازيد من كده. المهم شغلت بقى تمثيليه بتاعت رايه وسكينه. التمثيليه دي عايزه اقول لكم لو اتفرجت عليها 100 مره ما زهقش منها. فتحتها وقلت بقى اقعد اتفرج عليها كده وانا بقور بقى الكوسه والبتنجان والفلفل كده بتوعي، اقعد بقى كده اسلي نفسي. عايزه اقول لكم ما يغركوش ان انتوا شايفين كده ان الفيديو يبان لكم ان انا مشغله كله ورا بعض. عايزه اقول لكم لا، انا بوقف الفيديو، المعلم ريان يصحى، ياخد مثلا الرضعه بتاعته وغير له البامبز وارجع اكمل تاني. الفيديو ده انا مصوراه على 6 ساعات. انتوا يعني ممكن ان هو يظهر لكم ان هو فيديو بسيط، بس عايزه اقول لكم والله اخد مني 6 ساعات تصوير. شويه اشيله، شويه زي ينام، شويه يصحى، شويه يغير البامبز، شويه يرضع. المهم ان انا مصوراه كده على ايه، على اجزاء. قعدت اقور بقى الكوسه والبتنجان والفلفل. وعايزه اقول لكم بقى خالد لو ما كانش طلب مني المحشي انا كنت محتاره، عماله اقول يا رب هعمل غدا ايه بكره، هعمل غدا ايه بكره، مخي عمال يودي ويجيب. والصراحه انا كنت عامله النهارده زي ما قلت لكم كفته مشويه وكده، كنت حاطه بقى في حساباتي، قلت ممكن بكره اعمل شويه عدس بجبه، شويه عدس اصفر. بقالي ياما قوي ما عملتش العدس الاصفر، فحاسه ان انا نفسي رايحاله. لقيت خالد لوحده كده والله بيقول لي يا ماما انا نفسي في المحشي. فالصراحه قلت بقى ايه، ماشي. اما صدقت ان هو طلب مني ان انا اعمل له بقى ايه، اعمل حاجه كده يعني يوفر عليا ان انا اسال بكره هنعمل غدا ايه. بس هنا بقى كنت خلاص بقى بخرط الخضره وبتفرج بقى على المسلسل بتاعي. مش عارفه الصراحه انا عامله كده ليه، شبه البومه. بس انا الصراحه بنجز، يعني عايزه انجز نفسي وعايزه اخلص بسرعه قبل ما ريان ما يصحى. لان انا لما بيصحى بيقعد الصراحه بقى ممكن يقعد نص ساعه ساعه، فانا برضو ببقى عايزه ان انا انجز نفسي. المهم ان انا هنا خرجت الخضره وقورت خلاص الكوسه والبتنجان والفلفل. انا جايبه على فكره على قد، لان مفيش حد هياكل غيري انا وخالد. محمد في مصر، الناس اللي بتسأل محمد فين، محمد مختفي فين، محمد كان بيظهر معاكي. محمد ما كانش بيظهر معايا دايما، يعني محمد ما كانش بيظهر معايا دايما. هو المشكله دلوقتي ان هو ماسك شغل باباه اللي موجود في باباه. زي ما قلت لكم ان هو باباه محامي وعنده مكتب، فليه شغل في مصر وكده. فهو بس الفتره دي باباه تعبان شويه، فهو ماسك له الشغل اللي في مصر، يعني ماسكه له لحد بس لما باباه يمسك نفسه ويقف على رجله تاني، ربنا يشفيه ويعافيه. هيرجع تاني هنا، لان محمد اصلا كمان محامي. يعني بابا محامي ومحمد محامي، بس محمد الصراحة ما بيحبش المحاماة وما بيحبش يشتغل فيها. بس هو بيفهم فيها بس ما بيحبهاش. هو يعني ايه، متعلم فيها كل حاجة وفاهم فيها، بس مش بيحبها ومش بيشتغل بيها. فهو بس يا دوبك مسك الشغل بتاع باباه اللي في مصر لحد بس لما باباه يرجع يمسك نفسه تاني ويرجع يقف على رجليه من تاني وبس. ده بالنسبة للناس اللي بتسأل فين محمد فين محمد. كان جاي اصلا اجازة من اسبوع. الناس اللي متابعيني على التيك توك انا كنت منزلة فيديو هو موجود
وعادي يعني يا جماعة، مفيش اي حاجة. ربنا يا رب ما يجيبش حاجة وحشة ويخليه ليا وما يحرمنيش منه ابدا. ويخلي لنا اولادنا نشوفهم يا رب احسن الناس. ف بس كده، ده بالنسبة لموضوع محمد. الناس اللي بتقولي هو مش ظاهر ليه مش ظاهر ليه كده. بس هنا بقى المهم زي ما انتم ما شفتوا كده، انا شفت الصلصة اتسبكت، وبعد ما الصلصة ما اتسبكت لقيتها ان هي اتسبكت خلاص، نزلت عليها بالخضرة وقلبتها كده تقلبتين كده، وبعد كده نزلت بالرز، ونزلت تاني بالبهارات تاني، نفس البهارات اللي انا حطيتها في الاول حطيتها تاني، اللي هو ملح والكمون والفلفل الاسود والكزبره الناشفه، بس كده. وقلبت بقى البهارات كويس جدا كده مع بعضها. طبعا انا حطيت زيت بس نسيت اصور، حطيت شويه زيت في الاخر، كنت ناسيه ان انا احط زيت وانا بصور، الحمد لله افتكرت في الاخر، فحطيت كده شويه زيت وقلبتهم كده تقليبه كويسه، وسبتهم بقى ايه يبردوا. قلت بقى على ما الخلطه ما تبرد اخلص بقى المواعين اللي مرميه في الحوض دي اللي كانت متكومه عليا قد كده. بس غسلت المواعين، وبعد ما غسلت المواعين بسيبها الاول تصفي ميتها كده قبل ما احطها في الدولاب، لان المواعين لما بتتحط في الدولاب بميتها الدولاب بقى يعني ممكن بيعمل طبقة صدى. فلا، لازم نصفي المواعين كويس قوي قبل ما نحطها في الدولاب. ولو طبعا انت عندك المطبخ خشب، الخشب بيسوس، فلازم تصفي ميتك كويس قوي، المواعين بتاعتك قصدي، تصفيها كويس قوي قبل ما تحطيها في دولاب المطبخ بتاعك. بس وحطيت كده كل حاجه في مكانها، مش باقي عندي دلوقتي غير ان انا املى الازايز. طبعا عايزه اصبن الحوض، انتوا عارفين ان انا بعد اي مواعين لازم الحوض يتصبن عشان يبقى المطبخ كده ريحته حلوه. فقلت بقى ايه، لا انا هستنى لما اخلص الاول المواعين بتاعتي كلها، بعد ما اخلص المحشي واحشيه، عشان هيبقى في مواعين تاني بدل ما اصبنه دلوقتي ويرجع تاني يدهن مني، ففي الاخر خالص لما اخلص هصبنه. بس مليت الازايز وشطفت بقى خروق المطبخ وظبطت الدنيا كده. طبعا انا مليت الازايز، طبعا الجو دلوقتي بدأ ان هو يسقع شويه، مش بحط ميه كتير في التلاجة، يعني ممكن احط ازازه ازازتين كده والباقي كله بره. يعني سايبه زي ما انتم شايفين كده، سايبه ازازه بره على الرخام. دي بقى الحله اللي هحشي فيها. والصراحه انا معرفش ايه اللي خلاني ان انا اطلع الحله الكبيره قوي دي على كميه المحشي الصغيره. المهم مش مهم، طلعتها، كنت خلاص بقى طلعتها. المهم بقى ايه، حطيت كده في القعر بتاعها، حطيت بصل وطماطم وفلفل، حطيتهم كده، بحب احطهم كده قبل ايه، قبل ما احط المحشي كده في الحله قبل ما احشيه. مش عارفه الصراحه شكلي عامل كده ليه، وايه البصات الغريبه دي، شكلي يخض اعذروني، بس انا عايزه اقول لكم بعمل الحاجه بسرعه، عايزه انجز نفسي كده سريعا سريعا، وفي نفس الوقت بتفرج على المسلسل. فمش عارفه الصراحه، انا مقربه كمان الكاميرا قوي فشكلي يخض. ما علينا، مش مهم. قدروا ان انتوا ايه يعني، قدروا انه ما حصلش كانكم مش شايفيني، مش مهم، عدوها لي. المحشي لما باجي ان انا اعمل المحشي، وحشي الكوسه والبتنجان والفلفل والحاجات دي، بحب قوي ان انا احط في الحله في القعر بتاعها طماطم وفلفل وبصل، بحس الصراحه ان هو برضو بيدي نكهه كده للمحشي حلوه. عكس كنت الاول بقى بحط ايه في قعر الحله، كنت الاول اللي انا بطلعه من الكوسه والبتنجان مكان ما بقورهم، الحاجات اللي بتطلع دي بحطها في قعر الحله. لكن لما جربت ان انا احط طماطم وبصل وفلفل، واحده صاحبتي قالت لي ان انا اعمل كده، الصراحه فرق معايا 180 درجه، وبقى بيديني نكهه كده حلوه قوي للمحشي. قعدت بقى احشي كده، وعايزه اقول لكم بقى الحمد لله الخلطه بقى كانت بردت. يعني كويس ان انا ايه مرضتش ان انا احشي على طول المحشي بعد ما خلصت، لان انا لو كنت عملت الخلطه بتبقى نازله من على النار سخنه ملهلبه. فاستغليت الوقت غسلت المواعين، والحمد لله لما غسلت المواعين كانت بردت شويه. بس المهم بقى ايه، هنا بدأت ان انا احس ان الحله كبيره قوي على الكميه الصغيره دي يعني قعدت اضحك واقول يا لهوي ايه اللي انا فيه ده. بس خالد بقى عايزه اقول لكم، من ساعه ما جاله البرد دوت اخر مره، للاسف جاب لي ريان برد برضو في معدته، يعني عدا ريان. الصراحه بقى اخدت قرار كده ان انا ما اوديهوش الحضانه تاني، واجيب له مدرسه في البيت تاسسه وتديله كل حاجه في البيت. كذا حد قال لي، يعني كذا حد من صحابي عمل كده، جايب مدرسه للبيت لاولاده، بتأسسهم في البيت وبلاش حضانة يعني وكده، خصوصا بقى انه بيروح زي ما قلت لكم يعيا، يعني بيعيا ويجي، هو دوت خالد يروح يجيب المرض من الحضانة ويجي. فعايزة اقول لكم على حاجة تانية، الناس اللي هتقولي لا لازم توديه الحضانة، لازم يبقى اجتماعي، لازم يبقى يشوف ناس، لازم يتعود على جو المدرسة، عايزة اقول لكم اصلا
هو يعني بقاله بالظبط دلوقتي في الحضانة سنة ونص او سنة كمان، يعني سنة مش سنة ونص بالظبط، سنة و7 شهور، سنة و8 شهور. فانا بقى بيني وبينكم خلاص المفروض ان انا هقدم له المدرسة ان شاء الله، ان شاء الله السنة الجاية هو هيروح المدرسة، هيروح كي جي 1 السنة الجاية. فانا قلت بقى استغل الوقت دوت في ان هو يتأسس، لان حاسة ان الحضانة مش كفاية. يعني اللي هيقول لي طيب ما تخليه يروح الحضانة وهاتيله برضو المدرسة، حاسة ان هو هيبقى ضغط عليه. يعني الحضانة هو ما بيعملش حاجة غير ان هو الفكرة كلها ان هو بيبقى اجتماعي ويقابل اطفال، يطلع الطاقة بتاعته مش عارفة ايه. انا بقى بيني وبينكم قلت يطلع طاقته دي في حاجة مهمة، اوديه مثلا نادي يلعب، هو نفسه قوي ان هو يلعب كرة قدم، فقلت هوديه نادي ان شاء الله، ان شاء الله بدون مقاطعة اشوف له نادي. محمد جوزي قال لي ان هو لما ينزل هيتفرج له شويه، هيفضي له جزء من وقته يوديه ان هو يلعب كره قدم، يطلع الطاقه دي في نادي، وفي نفس الوقت يبقى الصبح يتاسس بقى كده، مدرسه تجيله البيت تاسسه. وفي نفس الوقت كده كده هو خالد ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، اجتماعي اصلا كده كده وعشري وبيحب الناس وبيحب يتكلم مع ناس، مش انطوائي خالص يعني، الحمد لله هو ما فيهوش الطبع دوت. فانا قلت ان هو الصراحه الحضانه ملهاش لازمه، وكده كده كان فيها بقاله سنه و8 شهور بس. فقلت هي بس كده. المهم خلصت المحشي، وبعد ما خلصت المحشي جيت احط الحله بقى في التلاجة، فضيت لها مكان وحطيتها في التلاجة. وبعد كده دخلت بقى قلت ايه بقى مني كده شويه رز صغيرين، قلت اسويهم بقى اتعشى بيهم كده بتاع طبق رز بدل ما يترمى حرام، بحب قوي الرز بتاع المحشي. فقلت اسويهم، فقلت قبل ما اسويهم امسح بقى البوتاجاز بالمره، عشان بقى طالما هحط كده المحشي اسيبه بقى يستوي براحته الرز دوت. فقلت بقى امسح البوتاجاز زي ما انتم ما شايفين كده، بمجرد ما دعكته كده بالسلكه نضف معايا، والورق ما شاء الله تقيل وبيستحمل، ورق البوتاجاز ده بجد ممتاز ممتاز. بس زي ما انتم ما شفتوا كده كاني بصوا لسه مركباه جديد دلوقتي. ومسحت حواليه كده، ولازم اصبن برضو كده الفرن كده من بره، لازم اديله تصبينه وامسح كده حواليه. بس يعني لازم اعمل كده كل شويه عشان احس كده بالراحه النفسيه. بس مسحت بقى كده اديتها مسحه، وبعد بقى ما اديته مسحه كده حطيت الرز بقى بتاعي كده على النار، ومسحت برضو حوالين بقى التوابل، اديتها مسحه برضو كده. لقيت بقى كيس الكوفي ميكس ده كان واقع ورا التوابل فخدته. بعشق حاجه اسمها يا جماعه كوفي ميكس ونسكافيه، بعشقهم. بس هنا بقى كمان الرخامه قلت بقى ايه مش محتاجه تتصبن، بس قلت برضو اديها مسحه كده، مسحه كده عشان تبقى ايه، تبقى نظيفة برضو كده. زي ما مسحت بقى باقي النواحي البوتاجاز امسح برضو كده عشان تبقى الدنيا كده نظيفة كده، وكلها كده ايه، كلها كده يعني ايه، تبقى حاجة كده تفتح النفس. بس كده. هنا بقى كنت خلاص خلصت وسايبة المواعين تصفي ميتها، وخلصت المحشي وخلصت كل حاجة. قلت بقى ايه ادي للحوض بتاعي بقى تصبينة كده، لان هو محتاج ان هو يتصبن بعد كمية المواعين اللي انا غسلتها ده، كان مدهن. فاديته بقى تصبينة كده محترمة بس. وساعات كمان بقى بعصر فيه كده نص ليمونية، بتخلي المطبخ بتاعي ريحته زي الفل. ساعات بصبنه واستكفي ان انا صبنته، وساعات كمان اعصر فيه ليمونة بعد ما بصبنه. بصوا بقى الجمال بقى بيلمع. هنا بقى كانت الغسالة كانت خلاص كانت خلصت، بدأت بقى ان انا ايه انشر شوية الغسيل الصغيرين دول. حتى لو بصوا شوية غسيل اقل من دول بغسلهم برضو، محبش ابدا اكوم عليا غسيل، اول باول كده اغسل، اول باول اغسل كده وانشر. والكوتشيهات برضو والسجادة بتاعة المطبخ كله كده نشرته في البلكونة وخلصته. وبس كده حبايب قلبي، استنوني في فيديو جديد، بحبكم قوي، ما تنسوش تحطوا اللايك الجميل بتاعكم.